قال فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. وأم أيمن هي بركة، اسمها بركة الحبشية، وهي من السابقات للإسلام، وبقيت حية إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فماتت بعده صلى الله عليه وسلم ب50 يوما. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته، ورثها من أبيه، لأنه ورث من أبيه كما ذكر في كتب السير 5 أجمال، وهذه الجارية أم أيمن ورثها من أبيه. فكانت رضي الله عنها وأرضاها حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، حاضنته ودايته، يقال لها الحاضنة ويقال الداية، وهي المرأة التي تقوم على رعاية الصغير وتربيته، ولا سيما عند فقد أمه. فقامت أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها بحضانة النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجها صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة، وأنجبت من زيد أسامة بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن زيد وعن الصحابة أجمعين. جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر دخل على أم أيمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجداها تبكي، فقال لها رضي الله عنهما، يعني سألها في ذلك، قالت ما أبكي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأني أعلم أن له ما عند الله خير له مما عندنا، ولكن أبكي على انقطاع وحي السماء، فهيجتهما بالبكاء، فبكيا معها رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فهذه أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمها الله بالسبق إلى الإسلام والبقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، فكانت وفاتها بعده صلى الله عليه وسلم. قال وكفله جده عبد المطلب، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب. وعم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب هو الأخ الشقيق لوالد النبي عبد الله، وكان عظيما العناية والحفاوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أوصى عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى عند وفاته به عمه أبا طالب. وكان جد النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الحفاوة به والعناية به والإجلاس له في مجلسه وعلى فراشه، مع أنه كانت له هيبة لدى الناس، لكن حظي النبي عليه الصلاة والسلام من جده بعناية عظيمة وحفاوة كبيرة. ولما حضرته الوفاة أوصى به إلى عمه أبي طالب، لأنه كان شقيق عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فكفله وأحاطه أتم حياطة، ونصره حين بعثه الله أعز نصر،
مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات. ولله سبحانه وتعالى في خلقه عز وجل الحكمة البالغة. لكن من يقرأ أخبار أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وحياطته له وذبه عنه ومدافعته له يرى عجبا. وكانت له هيبة، كانت له هيبة ومنعة. فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، مع أنه بقي كافرا. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام حياته إلى اللحظات الأخيرة من عمر عمه على هدايته للإسلام. وجاء في الصحيح أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وعنده بعض كفار قريش، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: بل على ملة عبد المطلب. فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا له: بل على ملة عبد المطلب. فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حزنا شديدا عظيما، وأنزل الله له تسلية قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. وانتبه لقوله ما لم أنه عن ذلك، لأن الأمر شرع ليس مجرد عاطفة. قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلم يستغفر صلى الله عليه وسلم له. فأبو طالب حاط النبي عليه الصلاة والسلام ونصره وآزره، وصبر أيضا في الشعب كما ستأتي لاحقا القصة معنا على أذى المشركين لمدة تقارب 3 سنوات، حتى إن ابن كثير رحمه الله قال كلمة هي مستفادة مما تقدم. قال في كتابه البداية والنهاية: قال: لولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. لأن القصص التي يقرأها الإنسان في نصرة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام أمرها عجب. وفي يوم من الأيام اشتد أذى المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا لأبي طالب وتهددوه أشد تهدد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه في هذا الأمر، يعني طلب منه أن يترك هذه الدعوة. قال: اتقينا واتقي نفسك من أذى هؤلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك شيئا مما جئت به ما فعلت ذلك. فذهب عمه ثم استعبر وقال له في ذلك، فأخبره عمه أنه باق على نصرته، أنه باق على نصرته إلى أن يموت. التزم له بالبقاء على نصرته إلى أن يموت. وكتب في ذلك قصيدة عجيبة عمه أبو طالب، وهي مشهورة وذائعة في كتب السير والتاريخ. قال فيها: والله لن يصلوا إليك بجمعهم،
يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. دعوتني للإسلام وأنت ناصح، يقول خذ العبرة يا أخي وتأمل. قال: ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، يعني ما أشك أنك ناصح لي. دعوتني أي إلى الإسلام، وأعرف أنك ناصح لي، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. وانظر أيضا أعجب وأعجب، قال: وعرضت دينا قد عرفت بأنه، يعني عرضت علي دين، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. وعرضت علي وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم وكل هذه المعارف توفرت وحصلت؟ ما السبب؟ اسمع البيت الخاتم لهذه الأبيات، قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة، يعني لولا أني أخشى أن أعير في قريش وأن أسب وأن يقال صبأ أبو طالب وترك دين الآباء والأجداد إلى آخره، لرأيتني سمحا بذاك مبينا. لكنه بقي وامتنع عن الإسلام إلى أن توفي وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا، قال لما ذكر نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات. مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه، فخفف الله عنه بذلك من عذابه، كما صح بذلك الحديث. والحديث الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله هو في صحيح البخاري ومسلم عن العباس عم النبي، قال: قلت يا رسول الله، العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ والحديث في الصحيحين: هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث متفق عليه. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه عقوبته أنه في ضحضاح من النار. وأشرت إلى القصة التي في الصحيح من حديث أبي هريرة، وفيها قال عند موته هو على ملة عبد المطلب. وجاء في حديث عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره، قال: اذهب فواره. رواه أبو داود وأحمد. ومن القصص العجيب في هذا الباب قصة إسلام والد أبي بكر الصديق. ووالد أبو بكر الصديق إسلامه كان متأخرا، فلم يسلم إلا في عام الفتح، وكان إسلامه في مكة. فبعد الفتح ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده، وكان لم يسلم بعد، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعره أبيض كأنه ثغامة، لحيته ورأسه. فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مثل هذا له تأثيره في القلوب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر، لوالد أبي بكر: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ونطق
الشهادة. بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة، بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ فقال رضي الله عنه: لأن تكون يد عمك مكان يد والدي ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي. لكن لله سبحانه وتعالى في خلقه الحكمة البالغة. لكن هذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، أن أمر الهداية إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تمحل بعض أهل الأهواء والبدع وحاولوا إثبات إسلام أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا في ذلك أخبار واهية وروايات مختلقة مكذوبة وحكايات لا تصح. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة أطال في نقد تلك الروايات وبيان عدم صحتها، وأن أشياء مختلقة لا أساس لها، وأيضا ذكر الأشياء الثابتة الصحيحة الدالة أنه إنما كان موته على ملة عبد المطلب وليست على ملة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم ما يستفاد من ذلك أن الهداية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وبعض الذين كانوا عند أبي طالب يقولون له: بل على ملة عبد المطلب، بعضهم أسلم وحسن إسلامهم. فالأمر لله والهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالهادي هو الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يستوجب على العبد أن يكون قوي الصلة بالله دوما وأبدا، يسأل ربه الهداية، يسأله الثبات، يسأله سبحانه وتعالى التوفيق. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال له أم سلمة: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالهداية منة الله، وهي بيد الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل.